بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من ملعب محمود. النهاردة بنقول الحمد لله على السلامة لفرقة النادي الأهلي. وصلوا النهاردة لسه من دقايق إلى أرض الوطن، قادمين من موريتانيا بعد الفوز الجميل على الهلال السوداني والتأهل للدور اللي قبل النهائي. بنقول الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله نقابل صن داونز بإذن الله في نص الشهر، وإن شاء الله نحاول إن احنا نفوز عليه ونبقى كده عملنا انجاز ضخم جدا جدا ان احنا نوصل للنهائي، وان شاء الله نفوز بالبطوله المفضله لدى الاهلاويه. في العشر سنين الاخيره احنا واخدين 12 بطوله. دلوقتي بنقول ال 13 يا اهلي، ال 13 يا اهلي. كل الناس منتظره البطوله ال 13. كنا بنقول فاكرين من كام سنه التاسعه يا اهلي، التاسعه يا اهلي، بقت التاسعه والعشره وال 11 وال 12. دلوقتي مستنيين البطولة ال 13 إن شاء الله، وإن شاء الله نفوز بها المرة دي. البطولة صحيح هتبقى صعبة جدا بوجود صن داونز. صن داونز زي ما قلت لحضراتكم قبل كده لينا معاه حكايات وروايات، وكان في هزيمة تقيلة جدا من كام سنة كانت وصلت ل 5-0، لكن كانت المباراة دي لها ظروفها وليها حكاياتها. طبعا صعب جدا جدا النادي الأهلي يمر بالأزمة دي بعد كده. عندنا تشكيل عالي جدا، عندنا لعيبه على مستوى المسؤوليه، عندنا ناس بتعرف تشيل الفرقه وقت الازمات. امبارح بصراحه انا شفت لعيبه فعلا كل انواع البطوله متوفره فيهم. عندنا كان محمد الشناوي حاجه عاليه قوي قوي قوي، عندنا امام عاشور، عندنا خط الظهر باكمله اشرف داري ورامي ربيعه، يعني كل الناس، ومحمد هاني. الناس كانت عامله كل اللي عليها بصراحه. لذلك المباراة الحمد لله ربنا توج مجهودهم بالنجاح والفوز. إن شاء الله المباراة جاية مع صن داونز هيبقى فيها تركيز أكتر، هيبقى فيها يعني المفروض إن احنا بقى خلاص قاب قوسين أو أدنى إن احنا نحصل على البطولة. هيبقى فيها تركيز، هيبقى فيها قوة، هيبقى فيها الناس اللي هي كل المهتمين من مجلس إدارة ومن ناس مهتمة بالفريق، ناس رجال اعمال، ناس معاونه، كل دول هيبقوا ملتفين حوالين الفرقه، وان شاء الله نعدي الدور ده ونوصل للنهائي ان شاء الله ونكسب البطوله ان شاء الله باذن الله. طبعا في الساعات الاخيره ويمكن من حوالي ساعه او ساعتين كان نادي الزمالك بيلعب في الكونفدراليه، اللي هي البطوله الضعيفه جدا، البطوله الثانيه في افريقيا، وكان بيلعب مع نادي اسمه ستيلون بوش. ستيلون بوش دوت نادي جنوب افريقي، ترتيبه السابع في الدوري الجنوب افريقي. انشئ سنه كام ستيلون بوش؟ ستيلون بوش ده انشئ سنه 2016 يعني عمره 9 سنين. نادي عمره 9 سنين واخد بطوله واحده، كاس جنوب افريقيا، بطوله واحده. النادي ده هزم الزمالك النهارده 1-0 واخرج او اقصى نادي الزمالك من البطوله. يعني النهارده النادي الوليد ده اللي عنده 9 سنين، اللي عنده بطوله واحده، فاز على الزمالك هنا في القاهره في استاد القاهره 1-0 واقصاه من الكونفدراليه، اللي هي البطوله اللي كانوا بيتغنوا بيها واللي كانوا واخدينها السنه اللي فاتت وحاملين اللقب بتاعها كده. يعني اتحرم من البطوله. وفي نفس الوقت كمان كاس السوبر طبعا بيبقى بين بطل الدوري الافريقي وبطل الكونفدراليه، كده خلاص اقسم من البطوله، يبقى كمان ضيع عليه بطوله كمان كانت ممكن تبقى في المتناول. الزمالك بيدفع ثمن عناده، بيدفع ثمن الاداره اللي مهتمه بالشأن الخارجي كله الا فريقها. يعني اداره الزمالك مهتمه جدا بالاهلي، جاب مين وودى مين واشترى مين وبيفاوض مين وبيعمل مين. يعني دلوقتي انت عندك زيزو ده اخر واحد بعد بن شرقي، طبعا ما جبناه. بن شرقي واخدينه من قطر، الراجل خلاص كان بيلعب في الزمالك ومشي بقاله سنتين، راح قطر. النادي الاهلي تفاوض مع الفرقه القطريه وخدته، خد اللاعب. يبقى يعني انت مش ما كانش في الزمالك. تاني حاجه ان هو مش من ابناء نادي الزمالك بن شرقي. نيجي لامام عاشور. امام عاشور لاعب محلاوي جاي من المحله، كان بيلعب في الزمالك باعه والاهلي خده من الفرقه اللي الزمالك باع لعيب ليها. ده التاني. دلوقتي زيزو الراجل كان في الزمالك، العقد خلاص هيخلص نهايه هذا الموسم، ما عرفوش يجددوا للاعب. اللاعب كان ليه مطالب ماليه، ما حدش استجاب ليه. قعدوا معاه وبعد كده
فركشوا القعده بدون نتيجه، فمعنى كده ان يعني طب نعمل ايه؟ الراجل فري خلاص، ما دام فري اي حد ممكن يتعاقد معاه. النادي الاهلي يعني جاب قدره ماليا ودفع في العقد بتاعه وخده. فايه المشكله؟ المشكله ان انت تبقى دماغك معايا، المشكله ان انت تبقى متابعني، خليك في شؤون فريقك، خليك مع نفسك. دلوقتي يعني طلعت من البطوله الافريقيه اللي هي البطوله اللي كنت بتسعى ليها. عندك دلوقتي بس هو كاس مصر اللي موجود، وانت عندك النهائي مع بيراميدز برضو، فرقه مش هينه يا عالم، هتبقى صعب جدا برضو. ولو ان لو كان في بقى يعني صفقات معينه، مثلا ان احنا هنسيب لك الدوري على اساس ان تدي الكاس للزمالك والدنيا تتطبخ كده، يبقى الموضوع كده. ما كانش كده هيبقى مهمته صعبه جدا في احراز بطوله هذا العام. ده بالنسبه للزمالك، ويعني تركيزه قوي على زيزو، وفي نفس الوقت كمان التحايل عليه بشكل فظيع. يعني تسوى ايه لما لاعب او لاعب سابق في نادي الزمالك في قناه بيشتغل في قناه الزمالك يقعد يقول له احنا اسفين يا زيزو يا جماعه، الناس تطلع قدام بيته وتتحايل عليه وترفع علام ومكتوب عليها اسمه؟ ازاي توصل لكده؟ توصل لكده ان احنا نقعد. احنا عندنا اكرم توفيق في الاهلي اهو، لاعب كام سنه عندنا، اهلا وسهلا، خلاص عارفين ان هو مضى في الشمال القطري بقاله يمكن 4 شهور، ورغم كده خلاص هو حر، هو مش عايزنا خلاص، الراجل حر يعني. طب هتمسك في حد بالعافيه؟ هو مش عايزك خلاص، راح، شكرا شكرا وخلاص. فيعني المفروض يبقى فيه شياكه، يبقى فيه لياقه في التصرف مع اللعيبه. انت في مجال احترافي، اللعيب النهارده عندك، بكره عند الثاني، بكره عند الثالث، لاعب محترف. ايه مشكلتك؟ ايه مشكلتك عند اللعيبه ان انت تتمسك في لاعب، ولو ما كانش اللاعب ده يجي لك تقعد تلخبط الدنيا وتبوظ بطولات وتبوظ فرقه عندك ليه؟ الموضوع سهل جدا ويسير جدا لو في عقول بتفهم وتعي الموقف الاحترافي بتاع اللعيبه. دلوقتي في عالم مفتوح بيدي للاعلى اجرا. انت مش قادر تشتري اللاعب ده، مش قادر تشتري السلعه دي، في حد غيرك قادر يشتريها. فيعني الموضوع سهل جدا وهين جدا، لكن هم معقدين الدنيا شويه. في خبر جديد النهارده لسه نزل على المواقع يمكن من حوالي 10 دقايق، ان اتحاد الكره خلاص استجاب لطلب النادي الاهلي وهجيب طاقم هولندي لاداره مباراه الاهلي وبيراميدز اللي هتتلعب في الدوري العام يوم السبت. يوم السبت ان شاء الله الاهلي هيتقابل مع بيراميدز في الدوري العام، وهيبقى في طاقم تحكيم اجنبي هولندي خلاص اتفقوا معاه بالفعل، وان شاء الله هيحضر يوم السبت باذن الله لإدارة المباراة. كان من شوية كان كابتن أحمد شوبير بيتكلم في قناة الأهلي في البرنامج بتاعه حارس الأهلي، وبيقول دلوقتي احنا البند اللي عايزين يفعلوه في قانون الرياضة الجديد اللي هو بتاع ال8 سنين. بند ال8 سنين دوت مقصود بمين؟ مقصود بالنادي الأهلي، مقصود بمحمود الخطيب، ان هو ايه كفاية عليه كده بقى ويسيب الاهلي والدنيا خلاص. يعني محمود الخطيب كده هم 8 سنين يعدوا، هو ده المقصود. طب كابتن احمد شوبير بيقول يا جماعه احنا ليه بنهد الحاجه الناجحه؟ ليه احنا بنخلي الناجح نقول له ستوب كده، عندك اقف خلاص؟ ليه؟ اديله فرصه. واحد ناجح، واحد بيجيب بطولات. مين اللي جاب بطولات؟ يعني اخر سنتين الدوري عند الاهلي، اخر سنتين دوري افريقيا عند الاهلي، طب كاس عالم انديه، يعني صفقات ناجحه جدا. طب راجل رئيس نادي ناجح بالشكل الفظيع الجميل ده، ليه عايزين نقصر ايامه؟ ليه عايزين نمشيه؟ ليه عايزين نعمل قانون مخصوص ان احنا نقصي الخطيب، ان احنا نمشي الخطيب؟ ليه بنسعى ان احنا نفشل المنظومه الناجحه؟ المنظومه الناجحه دلوقتي فعلا يعني راي العين، ومحدش يقدر يقول ابدا عليها حاجه، منظومه النادي الاهلي ايا كان الرأي. حتى والله يعني تامر عبد الحميد ابن النادي الزمالك بيقول انجح منظومه النادي الاهلي، وانجح رئيس النادي الاهلي مستشار مرتضى منصور، بعد ما ربنا هدى الحال بينه وبين الخطيب. بيقول الخطيب من انجح رؤساء الانديه، وراجل ناجح جدا، وراجل احرز بطولات، وراجل عمل انجازات، حاجه هايله 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 فعلا بمعنى الكلمه. وفوق ده كل ده وده راجل محترم جدا يا جماعه. يعني عشان نلاقي شخصيه
محترمه وقوره، بتأدي شغلها وبس، ملهاش في الشغل الاعلامي. دلوقتي الصالات، بطولات الصالات اللي بياخدها الاهلي، بطولات كره القدم، بنشوف الكابتن محمود الخطيب فيها ابدا. بنشوف رئيس بعثه، بنشوف عضو مجلس اداره، بنشوف قائم باعمال كذا، لكن عمرنا ما بنشوف كابتن الخطيب الا بالصدفه. هو بيكونش راجل بعيد جدا جدا عن الاضواء، بعيد جدا عن المظهريه، همه بس ان هو ينجح المنظومه اللي هو شغال فيها. فاحنا نساعده على كده، مش نقول له خلاص كده ستوب بقى، انت كفايه عليك كده، ما دام نجح يبقى انت اركن على جنب، ونجيب بقى ناس نقعد نغير في مجلس الادارات، ونقعد نشيل ونحط ونعمل الكلام ده. النادي الاهلي نادي مستقر، نادي عارف هو بيعمل ايه، نادي عنده جمعيه عموميه على اعلى مستوى بتختار اختيار الصحيح، بتختار اللي بيمشي سياسه النادي. سياسه النادي سياسه احترافيه، سياسه تجاريه ناجحه جدا جدا. ما بيتعداش على حد، ما بيتعداش على حقوق حد، لكن بيشوف بس مصلحه النادي الاهلي، وبيشوف حدوده في ظل هذه المصلحه. فيعني البند ده المفروض يتراجع فيه تاني. المفروض ان احنا نشجع الناجح، نشجع الناجح على انه يواصل نجاحاته، ويواصل المظهر اللي بيقدمه، المظهر الحضاري اللي بيقدمه على المستوى، ان كان على المستوى المحلي او العربي او الافريقي. حاجه بصراحه تفرح جدا جدا جدا. وان شاء الله القادم للنادي الاهلي احسن واجمل، طول ما في اداره واعيه منتظمه محترمه بتدير صرح من الصروح الهائله جدا على مستوى العالم. النادي الاهلي دلوقتي بقى نادي عالمي يا جماعه، بيلعب في بطوله العالم للانديه. النادي الاهلي معروف عالميا، مش بس قاريا، لا، معروف عالميا كمان بالبطولات المشاركه ليه، وباللعيبه اللي بتشرفنا وليها اسامي منتشره في جميع ربوع العالم. ان شاء الله باذن الله نتقابل يوم السبت مع بيراميدز، وان شاء الله يكون النصر حليف النادي الاهلي، لانها مباراه محوريه وهامه جدا. بيراميدز سابق ب4 نقط، لو كسبنا بيراميدز هيبقى هي نقطه واحده، وعندنا لسه 6 مباريات ان شاء الله. ربنا يحقق الامل، وباذن الله ناخد الدوري العام اللي احنا بنسعى ليه من فتره، بيحط لنا عراقل كتير قوي، لكن الحمد لله ربنا بيبقى واقف دايما معانا وبينصرنا. ده كان كل الموجود النهارده، ونشوفكم دايما على خير وافراح وسعاده مع الاهلي دايما. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.